ازيكم؟ النهارده هنتكلم شويه عن بورسعيد وجمال بورسعيد وروح بورسعيد وقمر بورسعيد. مين بيحب بورسعيد زي ما انا بحب بورسعيد؟ طبعا في ناس كتير ممكن ما تكونش بتحب ميه بورسعيد، بس انا بحب بورسعيد جدا جدا. وبور فؤاد حاجه متعه كده، اللي هو انتوا فاهمين ان انا عايز اغير يوم، اغير جو، اروح مصيف على قدي، مصرفش كتير، اطلع على بورسعيد. في اخر الفيديو في قريه حلوه قوي قوي شرق بورسعيد يا جماعه، بحر لسه جديد، ما مش زي بحر بورسعيد، انضف بكتير، عامل زي بحر كده راس سدر، ميه نضيفه قوي. هتشوفوا كل الصور والفيديوهات بتاعت القريه في اخر الفيديو. تابعوا الفيديو كويس، حطوا لايك، وحاطه لكم كمان مدير او المسؤول عن القريه اللي هتتواصلوا معاه، اللي حابب يطلع يوم او يومين، نظام قرى، ونظام فيلل على البحر، ونظام شاليهات، فنادق، بيسين، بحر. انت القريه تدخل بتلاقي كل حاجه يعني ممكن كمان فطار وغدا وعشاء داخل القريه. اللي يروح بورسعيد هقول لكم يروح فين، او انت حابب تنزل بورسعيد اول مره تنزل بورسعيد مش عارف تروح فين. اول حاجه في حاجه اسمها الممشى بتاع بورسعيد او طرح البحر، ده شارع طرح البحر. المكان اللي انا بقول لكم عليه دوت، القريه اللي انا بقول لكم عليها في شرق بورسعيد، لهم مكان في نادي الصيد برضو هنا على طرح البحر، حلو قوي قوي. مكان ببحر كده، بشط، بمطعم، بكل حاجه جميله جدا. تواصلوا معاهم، اللي عايز ينزل بورسعيد يتواصل معاهم، اللي عايز يروح طرح البحر يتواصل معاهم من الفندق بتاعهم او نادي الصيد بتاعهم، موجود له على البحر بتاع بورسعيد، لكن عندهم قريه تانية في شرق بورسعيد. التفاصيل كلها هنزلها لكم الاسبوع الجاي، او الاسبوع الجاي هنزل لكم تفاصيل القريه دي كلها الاسبوع الجاي، تابعوا برضو. وعلى فكره هنزل لكم القريه كمان ان فيها كمان شقق، وفيها شاليهات، وفيها كل حاجه للبيع، يعني ما تروح فيها اماكن كمان للبيع. انتوا متعودين دايما انزل لكم حاجات للبيع، اراضي، عقارات، اي حاجه تخص ده. فاللي عايز كمان على البحر ان شاء الله نوفر لكم اماكن على البحر كمان، وهنشوف لكم نظام البيع والشراء هناك ايه، وقصد ولا لا، ونظام الشاليهات هناك هتبقى ازاي. ماشي، هنروح نصور هناك مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اللي يروح بورسعيد عايزه اروح اصيف، مش عايزه اكلف كتير، عايز حاجه على قد، حاجه قريبه. بورسعيد جميله، انا بحب ومن عشاق بورسعيد. طبعا ما نزلتش البحر بتاعها، حتى لو خدتوا بالكم احنا كان بصوا احنا كنا رايحين، كنا في نادي الصيد وطلعنا منه، فطلعنا واحنا ماشيين كده لقينا المكان دوت كمان على طرح في شارع طرح البحر. طلعنا كده قلنا نتصور كده، والولاد يشوفهم ينزلوا كده، كانوا هيبصوا على الميه كده من قريب وتصوروا هناك. عايزه اقول لكم اللي هو ايه، احنا اول ما شفنا الميه الولاد نزلوا باللبس بتاعهم، مش كنا عاملين حسابنا خالص ان احنا نازلين ولا هينزلوا ميه. فاللي يروح بورسعيد ما ينساش يروح بور فؤاد، ما ينساش يروح سوق السمك الجديد. ركزوا انا بقول لكم ايه، بورسعيد نروح بورسعيد، نلف في بورسعيد، نروح شارع طرح البحر، نروح مثلا نادي الصيد، المكان كويس، في مطعم، مكان نظيف جدا، شط خاص حلو قوي قوي، مش زحمه زي الشواطئ العامه دي. الشارع ده فين؟ شارع طرح البحر، مكانه معروف، تاكسي يلف بيكي بورسعيد كلها 30 جنيه. ماشي، تروحوا سوق السمك، لازم تروح، اي حد يروح بورسعيد لازم يروح سوق السمك الجديد. ركزوا معايا، اللي هو سوق السمك الجديد. بتروح تجيب جمبري، كابوريا، تجيب بولتي، تجيب بوري، سنجاري، اخطبوط هناك موجود، قرش كمان هتلاقونا مصورينه في الفيديو موجود، كل حاجه موجود في سوق السمك بتشتريه. وهناك مطاعم، عشان الناس ما تعرفش، هناك كمان مطاعم في جنب سوق السمك، في كميه مطاعم كبيره جدا، بتاخد اللي انت عايزه بتوديهم يعملوا لك زي ما انت عايزه برضو. بيعملوا مشوي مقلي، طواجن، صواني، كل اللي انتوا عايزينه بتاخدوه تطلعوا على البحر. لا اما تروحوا اللي هو المكان اللي قلت لكم عليه دوت تبع نادي الصيد على البحر برضو بشط خاص، او تروحوا القريه اللي هي شرق بورسعيد. هنزل لكم كل تفاصيلها، وهتشوفوا الفيديو كامل بالمكان في اخر الفيديو، وحاطه لكم رقم المهندس تواصلوا معاه عشان لو حابين تروحوا القريه، تنزلوا رحله تقعدوا يومين 3. الولاد بقى عندي زي ما قلت لكم هنا، احنا كنا اصلا بلبسهم، قلعوا الكوتشيات بتاعتهم والشرابات ونزلوا زي ما انتم شايفين كده. فالحمد لله ما بحبش امشي في مكان غير لما يكون لكل واحد طقم معايا في الشنطه. كان معانا طقم تانية بسرعه غيرنا. ده سوق سمك بورسعيد، على فكره هيبقى في سلسله لبورسعيد على القناه، تابعوها، في سلسله فيديوهات هتنزل لبورسعيد على القناه. سوق السمك يعني ما ينفعش تروح بورسعيد من غير ما تروحوا سوق السمك بتاع بورسعيد يا جماعه. في كل حاجه، في كل حاجه، اسعار في تناول الايد. يعني بصوا، في بره في اول سوق السمك كده مطاعم، لا ادخل جيب من جوه، جيب سمك انت نقي الاسماك اللي انت عايزها واعملها قدامك وخدها واقعد، لا اما تاكل في المكان، لا اما تطلع بره تروح مطرح ما مكان ما انت تحب تروح. ده كانت في خروجه في اخر كام، في شهر 2، كانت اخر الشتاء كده، وصوروا مع البجعات دي، كانت موجوده في سوق السمك. شايفين ادم كان بيحبها جدا، كل ما نروح نلاقيها. اخر مرتين اليومين دول رحناهم، الاسبوع اللي فات كنت انا موجوده في بورسعيد،
وكنت في قبل العيد هناك ما كانوش موجودين، مش عارفه بقى ودوهم فين ولا ماتوا ولا ايه اللي جرالهم. الولاد بتبسطوا جدا، اللي حابب يبسط عياله او بتبسط ولادك من غير ما تكلف كتير او الفرد تكلف منك كتير قوي، اطلع على بورسعيد. ارخص من راس البر، سمك بورسعيد ارخص كمان من راس البر. الصنعه برضو حلوه قوي زي راس البر. ده بلطي اهوت، دي السمكه الحمراء الصغيره او الخضراء دي كان لها سعر غالي في كل انواع السمك. السمك بقى لسه جاي طازه. شايفين الزحمه؟ روحوا في يوم في وسط الاسبوع، يوم الجمعه ده بيبقى لحم في بورسعيد. يوم الجمعه ده بيبقى لحم في بورسعيد. بتنقي السمك دوت بلح البحر اهوت، بتهيألي مش شايفه قوي. الاسعار حلوه زي ما قلت لكم. البوري في ب100 وفي ب120 وفي ب130، اكبر بوري ب140. البلطي في ب80 وفي ب70 لحد 90. الصبيط طبعا مش فاكره ب100 وي ولا مش، والله مش فاكره قوي. الجمبري من 300 وفي ب250 وفي جمبري ب200. التعبان كنا جايبينه اخر حاجه، احنا كنا بنجيبه بسعر اقل. اخر حاجه من اسبوعين الكيلو وصل 400 جنيه، اللي هو اسمه حنش. بيتعمل، بصوا اي حد يجيب الحنش ده اسمعوا مني وتروحوا تعملوه، مش تعملوه في صينيه بطاطس. عايزين تاكلوه يعني تمزجوا باكله ويعجبكم قوي، تاكلوه مدفونه، سوري، مدفونه في الرز. تاكلوه مع مدفونه في الرز. امشي في سوق السمك، اتمتع وتحس انت بتغير جو في سوق السمك ده، لان مش محل او 2 أو 3، لا ده بيبقى حوالي 50 محل في سوق السمك. تطلع من سوق السمك في وشك على طول. مش عارفه انا مصوركم الفيديو من المكان ولا لا. كم مكان كده برضو لازم توصلوا له او لازم تروحوا له في بورسعيد. بصوا هنا لقينا سلحفاه، ده القرش اهوت. للاسف كان بيقول لي خد الكيلو كان عامل 150 او 170، بس انا للاسف كنت اشترينا كتير. كان في جمبري وجبنه بولت وجبنه مقلي وجبنه مشوي، وكنا جايبين تاني وكنا جايبين حنش، فكنا جايبين يعني ايه تشكيله كبيره. فانا ما شفتوش الا في الاخر، والاخطبوط برضو ما شفتوش الا في الاخر. ماشي. ده اهوت الولاد كانوا بيمسكوه بيصوروا زي ما انتم شايفين كده. ادم بقى لقى سلحفاه. بصوا طول ما احنا ماشيين ادم كل ما يلاقي حاجه يقف يصور جنبها ويعيط ولازم يشيلها. بصوا ادم هنا كان بيقول لي اشتريها لنا. ادم بيقول لي اشتريها. ادم كان هيموت وياخدها وهو ماشي، عمال يقول لي اشتريها لنا يا ماما، اشتريها لنا يا ماما. قلت يا دوب تيجي عندنا يا حبيبي انت تموتها. ليه بقى؟ مش ادم هيضربها او مش هياكلها، لا، ادم هيفضل لازق فيها كده طول النهار شايلها. فهما مش لهم روح ان ادم يعمل فيهم اللي بيعملوا ده. بيقول لي اشتريها لي، اشتريها ليا. ادم عمال يقول لي اشتريها ليا. هما بس قالنا خلي بالكم عشان لو وقعت هتموت، لو وقعت من ايده بتموت. بصوا روحوا غيروا جو يا جماعه، بجد هتتبسطوا جدا جدا جدا. القريه اللي بقول لكم عليها دي تحفه، احنا رايحينها ان شاء الله نروح كمان كام يوم. القريه دي هصورها لكم بالتفصيل، معايا صورها وكل حاجتها وكل التفاصيل. بس ان شاء الله كمان هروح كمان يعني نروح كمان فتره كده هصورها لكم واجيب لكم كل تفاصيلها. ده اسمه العاصمه، اعملوا عنده، حلو قوي 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 في صنعته، تحفه. يعني ايه العاصمه ده؟ يعني هشتري السمك وبروح اعمل عندهم، بشتري كل انواع السمك واروح اعمل عندهم. تطلعوا كده. بصوا برضو الفيديو ده قديم، لقيت فيديو كده العلوش في الشتاء قلت اوريكم، لان ما صورتش علوش جديد، بروح ما كنتش بصوره. في ناس هتقول لي مقاطعه، علوش في وش سوق السمك. علوش ده في وش سوق السمك، يعني تروحوا ما ينفعش تروحوا بورسعيد من غير ما تروحوا علوش تجيبوا الشوكولاته من هناك. ده كان قبل المقاطعه، ده في الشتاء قبل المقاطعه. عايزه اقول على حاجه، عاد بيجيب دلوقتي حاجات مصريه كتير وعليها عروض حلوه قوي. في دور فوق كمان، هم دورين 2 بس، في كل ما تخيلوا غمضوا عينيكم كل حاجه هتلاقوها. جبن بقى، مكسرات، في تركي، في الماني، في كل الموديل مصري، وجايبين اليومين دول حاجات تونسيه وحاجات عشان المقاطعه. في كاندي اسباني وفي كاندي هناك تركي، توبلارين، في كل حاجه. كنا احنا بنجيب الحاجات دي. وعلوش ده بقى نظامه عن ايه؟ كله عروض. هتقولوا لي منتهيه الصلاحيه، لا، بيبقى فيها صلاحيه 2 3 وفي حاجات فيها سنه وسنتين. اللي بتبقى نازله عروض طحن الارض دي بيبقى الصلاحيه بتاعتها فاضل 3 4 شهور فيها. اللي بتبقى عليها عروض بس مش اوفر، يعني الاوفر بتاعها مش كبير قوي، بتبقى فاضل فيها سنه وسنتين. بس هو معلوش معروف، علوش معروف. فالناس عشان المقاطعه قعد جايب حاجات كتير مصريه، انا ما صورتش فيه جديد بصراحه، فده كان قديم شويه. الفيديو ده كان من الشتاء. لا، عايزه اقول لكم انا عشان الناس هتقول لي انت ما شاء الله، انا بورسعيد دي عاملاها زي سكه اللي هو بص، اللي انا كل ما ازهق باخد بعض واطلع بورسعيد. انا بحبها جدا جدا جدا. طيب مدير القريه اهوت، القريه جت من بدري بدري. في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها في وش سوق السمك كمان، الاستوكات اللي بالكيلو. هتطلع من باب سوق السمك هتبص تلاقي كده مولات كبيره زي سوق السمك، زي علوش كده، ادوار كتير كده، وتبص تلاقوا كله استوكات بالكيلو. في استوكات جديده وفي استوكات بتبقى مش عارفه بقى نظامها ايه، بس في كل حاجه. دي القريه اللي بقول لكم عليها، وده مدير القريه
او اللي ماسك القريه مهندس وليد، اتواصلوا معايا اللي حابب يروح. شايفين المكان دي شاليهات على البحر، نظام فيلل على البحر. على فكره كمان هجيب لكم كل التفاصيل عشان حابب يشتري اي حاجه هناك. عندهم بيع كمان، بيع وعندهم ايجار وعندهم كل حاجه. فانتظرونا في الفيديو ان شاء الله اللي هينزل، هننزل كل التفاصيل بالاسعار، بنظام القسط عندهم هتبقى ازاي، اذا كان فيلل او شقق او هنشوف الدنيا عندهم ازاي. هنزلكم كل التفاصيل، حبيت اوريكم بس واقول لكم واعمل لكم مجموعه كده لبورسعيد عشان انا بحب بورسعيد جدا جدا جدا. فحبيت افيدكم زي ما انا بحب بورسعيد انتوا كمان تحبوا بورسعيد زيي. جميله جدا جدا. ما تنسوش في اخر الفيديو هوريكم بور فؤاد كمان المعديه، اوعوا تنسوا تروحوا المعديه، واوعوا تنسوا كمان تاكلوا ايس كريم. مش ايس كريم، حاجه زي الايس كريم كده اسمها كاستا، مش فاكره اسمها قوي. احنا كلناها من عند سلسبيل، مشهور جدا جدا في بورسعيد. بالتاكسي هيوديك، وزي ما قلت لك تلف بورسعيد كلها بالتاكسي ب 30 جنيه وب 20 جنيه تبع المكان. شوفوا المكان اللي بقول لكم عليه ده البحر بتاعه، اللي هو بحر لسه محدش نزله، او مش لسه مكان جديد، لسه مكان جديد. فبداوا يعملوا الكرة دي هناك، ولسه ما تنزلش كتير المايه دي وما اتبهدلتش، يعني فاهمين قصدي؟ مش زي بحر بورسعيد وحش شويه، لا القريه دي البحر بتاعها لسه جديد، لسه حاجه اللي هو زي ما بيقولوا عليها، مش فاكره بيقولوا ايه كده، بس هو البحر تحفه. فانتظرونا في الفيديو الجاي هصوره لكم. ده نظام الفنادق، دي اوض فندقيه، الاوض سريرين، في كل حاجه اللي انتوا عايزينه بقى. عشان الناس اللي بتحب بورسعيد القريه اهيت والبساط بتاعتها. بيعملوا حفلات حلوه قوي على البسين بالليل، وبيجيبوا تنوره وبيجيبوا رقص شعبي، الرقص البورسعيدي الجميل جدا جدا جدا. ان شاء الله ادعوا لنا كده ان احنا لما نروح يكون احنا كمان حظنا يكون في حفله حلوه، عشان نصور ونفتح لايف هناك ونظبط لكم الدنيا. ده الرقص البورسعيدي الجميل، وفي تنوره زي ما انتم شايفين. لا في جميل جدا. القريه فيها جامع، هم عاملين قريه متكامله، عاملين القريه انها انت تدخل القريه دي زي الفنادق بقى، يعني زي فنادق غردقه وشرم، بس ما عملوش جوامع، لا بقى هتبقى قريه متكامله كل حاجه موجوده. نظام شاليهات ونظام غرف فندقيه، بسين وبحر معاك في نفس القريه. زي ما انتم شايفين كده. انتظروا الفيديوهات الجديده بتاعتهم ان شاء الله هننزلها. في مطعم في المكان حابب يروح يبيت يوم واثنين وثلاثة موجود عندهم، وموجود عندهم مطاعم، وبرضه في نادي الصيد بتاعهم في ريستورانت تحفة. في بصوا كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه، اذا كان اوبن بفيه او بالوجبة، عشان الناس اللي حابة بالوجبة والناس اللي حابة يكون بفيه مفتوح زي الفنادق الكبيرة. شايفين دوت كده، كانت في حفلة في المنتجع. معاكم الرقم بتاع المهندس، اتواصلوا معاهم اللي حابب يروح يتواصل معاهم. وبالتوفيق للجميل، وقولوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم ولا لا، وننزل. وعايزاكم في الكومنتات تكتبوا لي عايزين فعلا سلسله لبورسعيد، ولا نكتفي بهذا القدر من الفيديو، ولا ننزل على القناه فيديوهات كمان لبورسعيد والاماكن اللي اروحها بورسعيد، وننزل عن القريه ونصور القريه عن قرب كده بالاسعار بكل حاجه. اكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا عايزينه. اسم القريه كنوز الشرق، ممكن تعملوا عليها سيرش على الفيسبوك دوت المطعم بتاع القريه. ونفس كده في المكان المطعم بتاع طبعا حبينا نروح بور فؤاد. المعديه بتاعت بور فؤاد اهيت تحفه، حاجه كده اللي هو بصوا عايزه اقول لكم راحه نفسيه جميله جدا، وبتكلفه قليل جدا. يعني القريه باللف ده كله انت لو هتقضي يوم كام يوم ممكن تبات في القريه وتطلع تبات في القريه ليله، وتطلع ثاني يوم تنزل بورسعيد عندهم في المطعم بتاعهم اللي هو في نادي الصيد بتاعهم، او تقعد في نادي الصيد تبعهم، او تطلع المعديه وتروح علوش وتروح سوق السمك وتلف لفه كبيره قوي في يومين تكون خلصت بورسعيد. انا من النوع اللي ما بشبعش من بورسعيد خالص خالص خالص. يعني انا عايزه اقول لكم انا اتمنى ان انا يعني في يوم من الايام اتملك شقه في بورسعيد ان شاء الله.